أثارت الفنانة أمينة خليل الجدل مجددا حول شائعات ارتباطها بالمصور أحمد زعتر بعد ظهورهما معا في مهرجان كان السينمائي بدورته 78 رغم نفيها السابق لأي علاقة عاطفية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع بينهما، ما أعاد التساؤلات حول حقيقة علاقتهما. كانت أمينة قد نفت في تصريحات سابقة وجود قصة حب أو استعداد للزواج، مؤكدة أن الشائعات هدفها إثارة الجدل وأنها ستعلن أي خبر بنفسها إن وجد. من جهة أخرى، عبرت أمينة خليل عن سعادتها بتكريمها في مهرجان كان من قبل مؤسسة وومن إن سينما بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، معتبرة ذلك تقديرا لمجهودها ومسيرتها الفنية. أشادت بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة في دعم المرأة وتاريخها في السينما، مؤكدة أن تكريمها من جهة تهتم بتعزيز مكانة المرأة في الفن يعد شرفا كبيرا لها.